ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. الفترة اللي فاتت دي البراندات كلها بدأت تشتغل مع بعض بحيث ان هم يعملوا ماركتينج مع بعض بحيث ان الاتنين يعلوا نفسهم، ولو واحد في السوق مبيعاته قلت التاني يعليه. فالنهارده بقى جايبين كريسبي كريم بالدوناتس الجديد M&M's. قول يا دوحة. الفكرة دي بصراحة عجباني وبدأت تنتشر بقى في الفترة الأخيرة بحيث إن الشركات فعلا تبدأ تشتغل مع بعض ويعلوا حجم المبيعات وهم بقى يتعاونوا مع بعض بحيث إن المنتج ده ملوش علاقة بده. خلوا الحاجتين في منتج واحد علشان يعرفوا إن هم يعلوا مبيعاتهم وفي نفس الوقت يعملوا حاجة جديدة. النهاردة بقى جايبين دوناتس من كريسبي كريم. طبعا كريسبي كريم معروف من زمان ومن 1937 ده من بره مصر، بس بدأ يتشهر في آخر كام سنة هنا في مصر لما بدأ بقى يفتح في كذا دولة. كريسبي كريم بقت مبيعاته عالية قوي في مصر الفترة الأخيرة. هنشوف بقى النهاردة دوناتس الخرافية، وهو بوكس زي ما بيجي معانا كده. البوكس بيبقى عبارة عن 3 قطع وسعر القطعة معانا عامله لها 45 جنيه، وده شكل البوكس كده زي ما انتم شايفين. البوكس ده بقى عاملينه عرض كده، التلاتة ب 120 جنيه بدل ما تاخد لك واحدة ب 45 جنيه. لو هتاخد التلاتة هيبقى التلاتة ب 120 جنيه. هنبدأ بقى كده بأول حاجة معانا ويلا بينا. اول شكل بقى معانا هو نازل منه تقريبا 4 اشكال، بس انا اللي لقيته بقى في فرع وسط البلد كانوا 3 اشكال بس، وده الشكل اللي معانا كده زي ما انتم شايفين. مش عارف بصراحة شكلها محشية من جوه ولا لا، عايزين ايه نقسمها كده ونشوف طعمها من جوه. شكلها كده من جوه زي ما انتم شايفين، مش عارف محشية كريمة ولا ايه. خليني برضه اوريكم شكلها كده من جوه. نجرب بقى كده اول حاجة معانا. بسم الله. العجينه بتاعته بصراحه في اي شكل دوناتس بتبقى طعمها خرافه. العجينه هشه كده وطازه، رغم ان انا جايبها امبارح وجيت اصورها النهارده، يعني انا مقعدها في التلاجة يوم بس اكنها فعلا لسه طازه. انما بقى الشكل الشوكليت مش باينه قوي في الشكل ده، ممكن الشكل تاني يبقى الشوكليت بتاعته اكتر، بس طعم السوداني هو حاطط فيه سوداني، فطعم السوداني مغطي على الطعم شويه. فاول شكل معانا حلو بس مش الواو. نشوف بقى تاني شكل معانا ويلا بينا. عليها كده كام قطعه M&M's من فوق كده زي ما انتوا شايفين كده الشكل. بصراحه الشكل ده احسن شكل بالنسبه لي، شكله حلو كده ملفت. نشوف بقى محشيه من جوه حاجه ولا ايه. من جوه ساده كده زي ما انتم شايفين غير التاني. نشوف بقى الطعم. بسم الله. لا دي بقى طعمها خرافه، عامله ميكس حلو كده بقى. قطعه الشوكليت من فوق لا طعمها احلى من التانيه بكتير. فانت لو تيجي تقول لي دي ولا اللي فاتت اقول لك دي. لو انا هجيبها لوحدها هجيب دي، نفس العجينه ونفس كل حاجه بس المختلف الشكل. بس الشوكليت بقى مع العجينه حوار. نشوف بقى اخر شكل معانا ويلا بينا. اخر شكل بقى معانا الشكل ده بقى محشي M&M's. الشوكليت بتاعت الM&M's محشيه بقى جواه. نشوف بقى ده ولا الشكل اللي فات. نشوف بس الاول كده شكل الحشو من جوه لما نقسمها كده. نشوف بقى شكلها كده من جوه. شكلها شوكليت كده عاديه، وفي الاخر في قطع كده زي ما انتم شايفين كده. نشوف بقى الطعم. بسم الله. دي بصراحة احلى، انما التانية كشكل ده كطعم. ليه بقى؟ لانها محشية شوكليت جواها M&M's فمليانة غرقانة من جوه كده. الطعم حوار. فانت هتقول لي ايه احلى واحدة؟ اقول لك دي لان طعمها خيال. بس كتجربه عامه بصراحه التجربه حلوه وفكره كويسه ان الشركات تشتغل مع بعضها ويعملوا ماركتنج حلو في منتج واحد ان الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. بس وده كان بقى فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه محمد.
بيصور بجد. احمر ولا ازرق؟ احمر. بيصور، اطلعوا بره.